السلام عليكم. الشابتر الاول بيتكلم عن الكونسبت اللي موجوده في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، وبيديك انترو بسيطه كده عن الحياه كانت ماشيه ازاي قبل وجود الاوبجكت اورينتد. تطوير الاوبجكت اورينتد اصلا موجود من زمان، يعني هو الكاتب هنا بيقول لك ان هو موجود من الستينيات، يعني هو ما ظهرش الفتره اللي فاتت دي خلاص، لا ده هو ظاهر من زمان خالص، يعني فكره الاوبجكت اورينتد. ولكن الفترة دي بقى موجود بشكل أساسي. أي سوفت وير دلوقتي بيتكتب بالاوبجكت اورينتد. تمام. طب ليه التغيير ده بيحصل؟ يعني ليه ما ينفعش مثلا سيستم مكتوب زمان بطريقة الليجاسي كود، أو مكتوب بطريقة البروسيجر بروجرامينج، ليه ما نغيرهوش مثلا ونخليه اوبجكت اورينتد بروجرامينج؟ قال لك هنا التغيير بيبقى صعب. قال لك التغيير في صناعة السوفت وير بيبقى مش زي ما انت مفكر، بيبقى مش يلا نغير وخلاص، لا لازم يكون في سبب قوي جدا. لازم يكون في سبب قوي جدا للتغيير. السيستم طالما شغاله وبتجيب فلوس والدنيا زي الفل والكلاينتس مبسوطه، طب لا غير ليه؟ يكشي يكون مكتوب بايه مالناش فيه. فهذه الفكره، فكره انك تغير كود من بروسيجر من البروسيجر بروجرامنج لاوبجكت اورينت بروجرامنج بدون سبب قوي. مفيش، الكلام ده صعب، يعني فكرة مش موجودة يعني. فعشان كده في أنظمة كتيرة اسمها ليجاسي كود أو ليجاسي سيستم، يعني أنظمة قديمة يعني اسمها ليجاسي سيستم، مش معمولة بالأوبجكت أورينتد ولسه شغالة وزي الفل وبتأدي الغرض. طب ليه أخاطر أنا وأدخل نفسي في مشاكل والتكلفة إن الراجل اللي هيكتب لي كود جديد ده ما هياخد فلوس وتكلفة عالية على الشركة. تمام. ففي أغلب الحالات إحنا مش محتاجين نغير مش محتاجين نغير الكود نفسه. احنا مش محتاجين نغير الكود لمجرد التغيير وخلاص. ومفيش حاجه غلط في الانظمه اللي معموله بطريقه مش يعني، طالما مفيش حاجه غلط في الانظمه اللي معموله اللي هي ليجاسي سيستم دي، خلاص اوكي تمام شغال زي الفل. تمام. لكن الكاتب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت بتبدا مشروع جديد من الصفر، فصعب انك صعب انك تبدا بالبروسيجر بروجرامينج. انا هقول لك كمان شويه يعني ايه بروسيجر بروجرامينج. ساعتها لازم تستخدم تقنيات الاوبجكت اورينتد اللي هي الانهيرتنس، الكومبوزيشن، البوليمورفيزم، الانكابسوليشن، كل المبادئ دي لازم تستخدمها. انت بتستخدم يعني مثلا لو بتعمل ويب ابلكيشن فانت بتستخدم فريم ورك مثلا زي لارافيل، دوت نت، جانكو، فاست بي اي. كل الفريم وركس دي مبنيه بفكره الام في سي، وفكره الام في سي مبنيه على الاوبجكت اورينتد. تمام. فانت كده كده اصلا هتستخدم الاوبجكت اورينتد. ولكن هنا الكاتب بس بيديك نبذه تاريخيه عن السيستمز اللي كانت مكتوبه قبل كده. بيقول لك ان هي سيستمز مكتوبه بطريقه البروسيجر بروجرامينج. تمام. سيستمز قديمه، ليجا اسمها ليجاسي سيستم. احنا مش ينفعش نغيرها كلها ونخليها اوبجكت اورينتد سيستم. فبالتالي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اوبجكت رابرز. هو ده الحل. الحل ان احنا نعمل رابرز للسيستمز دي، ما ينفعش نغيرها ولكن احنا نغلفها، هنتعامل معاها كاوبجكت. انا هنحول البروسيجر بروجرامنج دي او نحول الليجا سيستم دي ونخليها شبه الاوبجكت اورينتد. هي مش اوبجكت اورينتد بروجرامنج بالفعل، ولكن هنخليها نتعامل معاها كانها اوبجكت اورينتد. ودي فكره ايه؟ فكره الاوبجكت يمين، الاوبجكت رابرز. يبقى لو حد سالك وقال لك هو الاوبجكت رابرز، ببساطه كود معمول باسلوب الاوبجكت اورينتد، كود متصمم باسلوب الاوبجكت اورينتد، جواه كود تاني بيحتوي كود تاني، الكود التاني ده في مشاكل او في، احنا مش عايزين نشوف الكود اللي جوه ده، احنا عايزين بس احنا نتعامل مع الاوبجكت اورينتد، الكود اللي من بره. يبقى كود متغلف بكود، كود متغلف بكود. طب ما احنا بنتعامل مع اللي جوه، ما انا قلت لك اللي جوه ده صديقي ليجاسي سيستم، مش عايزين نلمسه ومش عايزين نغير فيه حاجه، هو شغال وزي الفل. بس احنا عشان نضيف فيتشرز تانية محتاجين نغلف الليجاسي سيستم ده ونتعامل معاه كانه اوبجكت. نتعامل معاه كانه مين؟ اوبجكت. وكمان الرابرز دي مهمه لحاجات كتير طبعا. مهمه عشان تضيف حاجات زي السكيورتي يعني، او التعامل مع بتضيف يعني الرابرز دي، انا سمعت شفت عنها مقال كبير يعني. مهمه في حاجات كتيره يعني. وفي برضو ديزاين باترن اسمه ادابتر.
ادابتر ديزاين باترن بيتكلم عن الفكره دي، او هو اصلا مستوحى من فكره الاوبجكت رابرز، او الاوبجكت رابرز مستوحى من فكره الادابتر. هم نفس الفكره يعني، ان انا بيكون عندي حاجه قديمه وعايز اتعامل معاها، عايز اغيرها، عايز اضيف عليها، عايز مش عارف ايه، فبعمل لها رابرز، بغلفها وابدا وابدا اتعامل معاها. تمام. تمام. دي فكره ايه المقدمه البسيطه وفكره الاوبجكت رابرز. هنا الكود، هنا المؤلف بدأ يشرح الفرق ما بين البروسيجر بروجرامينج والاوبجكت اورينتد بروجرامينج. قبل ما نتكلم عن الفرق ما بينهم لازم تعرف يعني ايه اوبجكت، ولازم تعرف يعني ايه اوبجكت. اصلا اوبجكت اورينتد دي جايه منين؟ الفكره دي استوحت الفكره دي من الحياه العمليه. المبادئ اللي احنا هنشوفها مع بعض كمان شويه هي مبادئ موجوده في الحياه اصلا. يعني مبدأ زي مبدأ الوراثة هو مبدأ الوراثة اللي موجود في الحياة. مبدأ زي مبدأ الكومبوزيشن، الانكابسوليشن، التغليف، يعني هو مبدأ موجود في الحياة بالفعل. تمام. فعشان كده جت فكرة الاوبجكت اللي انت تلاقيها اصلا، انت يعني انهيرتنس هو اللي موجود، اللي احنا عارفينه وراثة، اب ابن بيورث من اب وكده، هو نفس الفكرة. تمام. تمام. فيعني ايه بقى اوبجكت؟ اوبجكت سؤال بسيط وفي نفس الوقت معقد. يعني فكره الاوبجكت دي سؤال بسيط خالص، وفي نفس الوقت طب ليه معقد؟ لان انك تغير طريقه تفكيرك من الاستراكشر او بروسيجر بروجرامينج لاوبجكت اورينتد والتعامل مع الحياه كاوبجكت صعب، ولكن سهل، لان اصلا انت بتستخدم الاوبجكت دي في حياتك بشكل عام، في حياتك في حياتك اليوميه. فالصعوبة هنا فين؟ الصعوبة انك تتخيل الحياة اللي في البرمجة دي كاوبجكتس ازاي، هتبدا تتعامل معاها اوبجكتس ازاي، مع هتفهم ازاي انت في الحياة. تمام ماشي، عارف ان الكوباية دي اوبجكت، عارف ان اللاب ده اوبجكت، عارف ان الكتاب ده اوبجكت، مش عارف ايه. انت كانسان اوبجكت، العربية اللي انت بتسوقها دي اوبجكت، الحاجات اللي حواليك دي كلها اوبجكت، اللاب اللي انا بستخدمه دلوقتي اوبجكت، الشاشه اللي انا بستخدمها دلوقتي اوبجكت، الكيبورد اللي انا بستخدمه ده كله اوبجكت. انت كانسان اوبجكت من مين؟ يعني ايه من مين؟ خد الكلمه دي وخليها عندك كمان شويه، وهقول لك يعني ايه اوبجكت من. اوبجكت من دي اوبجكت من كلاس. ايه الكلاس دي؟ هنبدا نفهم الكلام ده كمان شويه. بس لازم تعرف ان الاوبجكت، تعال ندي مثال، من الحياه العمليه ونشرح عليه. انت كانسان اوبجكت من مين؟ من البشر. يبقى البشر دولت في انواع كتيره منهم. انواع دي اسمها اوبجكت، في من الابيض، في الاسود، في الطويل، في الرفيع، في التخين، في انواع، في صفات كتيره من الاوبجكتس دي. بس الكلاس الاساسي احنا كلاس البشر. تمام. نفس الفكره الحيوان، الكلب، الدوج، الكلب، الزرافه، مش عارف ايه، الحيوانات دي كلها هي اوبجكت. في حيوانات كتيره مختلفه، اوبجكت من مين؟ من كلاس كبير اسمه الحيوانات. تمام. تمام. وهكذا انت كانسان ليك صفات، ليك صفات وليك اكشنز. يعني انا كمحمد مثلا كانسان اهو، ليا سن، ليا طول، ليا مواصفات الخاصه. تمام. وهكذا. فالحاجات دي احنا بنسميها اتريبيوتس. اتريبيوتس، طولك، سنك، لون العين بتاعك، لون البشره، اللي مش عارف ايه، الكلام ده كله، العمر بتاعك، رقم الموبايل بتاعك. لا مش رقم موبايل، اقصد الصفات اللي بتمثلك، اللي انا لو قلت لحد الصفات بتاعتك دي هيبدا يعرفك من خلالها. فبالتالي دي اسمها اتريبيوتس. دي اسمها ايه؟ اتريبيوتس. وفي اكشنز او بيهيفيرز او فانكشنز. ايه الحاجه اللي انت تقدر تعملها؟ زي المشي، زي الكلام، زي التنفس. انت كمحمد، انت كاوبجكت، يعني كاوبجكت تقدر تعمل الحاجات دي، تقدر السلوكيات دي. فاي اوبجكت بيتكون من حاجتين: attributes وبيهيفيرز او functions. attributes وfunctions. تمام. تمام. يبقى لو قلت لك يعني ايه اوبجكت، انا هنا مش بشرح الفرق ما بين الاوبجكت اورينتد بروجرامنج والبروسيجر بروجرامنج، لا، انا هنا بس بشرح فكره الاوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ يبقى الاوبجكت هو كيان، انتيتي كده، في ايه؟ في بيانات، في داتا، والداتا دي معاها
والداتا دي، طب ايه لازمه الداتا من غير اكشنز او من غير فانكشنز؟ فبالتالي بيانات وداتا مع بعضيهم متغلفين في مكان ما يسمى كلاس. هنعرف يعني ايه كلاس كمان شويه. يبقى الاوبجكت، ايه هو الاوبجكت؟ داتا مع behaviors، داتا مع functions. بالمناسبه الداتا دي هي الاتريبيوتس، هي الستيت. يعني انت لو سمعت اتريبيوتس او ستيت او داتا هم نفس المصطلح. لو سمعت functions behaviors actions هم نفس الاكشنز دي. مش كتير يعني، ما شفتهاش كتير، بس لو behaviors او functions او methods هم نفس المصطلح يعني. تمام تمام. طيب دي فكره الاوبجكت. انا حاليا دلوقتي شرحت الاوبجكت عشان لما اتكلم عن اوبجكت تبقى فاهم انا اقصد ايه. طيب ايه هي اصلا البروسيجر بروجرامينج؟ اسمها بالعربي البرمجه الاجرائيه. البروسيجرز اللي هي الفانكشنز اللي هي ميثودز هم نفس المصطلح يعني. الكود بتاعك بينقسم لشويه فانكشنز واجراءات منفصله تماما. انت بتكتب كود، لو انت كتبت بالسي بلس بلس قبل كده او بالسي، احنا كنا بنكتب ازاي؟ انا بنستدعي الفانكشنز في الفانكشن الرئيسيه، في المين فانكشن. يقول لك ايه دي اسمها المين فانكشن. طب والفانكشن الثانيه انت بتكتب بقى شويه هنا وشويه هنا، شويه فانكشنز هنا وشويه فانكشن في الملف ده، وشويه فانكشنز في مش عارف ايه، وتبدا تستدعي الفانكشنز دي في المين فانكشن، والكود يبقى شغال وزي الفل. وده كان اسمه ايه؟ البروسيجرال بروجرامينج. البروسيجر ايه؟ البروسيجرال بروجرامينج. تمام تمام. الفانكشنز دي، الدوال دي بتشتغل كصندوق اسود زي اللي انت شايفه اللي قدامك ده. بتدخل لك انبوتس وتطلع لك اوتبوتس. ده اللي بيحصل. بتدخل لها داتا بتطلع لك اوتبوت. البيانات نفسها بتكون متخزنه، الداتا نفسها، الداتا نفسها بتكون متخزنه في مكان منفصل عن الفانكشنز. دي في مكان ودي في مكان مختلفين تماما. مختلفين ايه تماما. هنا حتى الكاتب بيديك فرق ما بين الفرق الاساسي. الفرق الاساسي ما بين الاوبجكت اورينتد والبروسيجر بروجرامينج. بيقول لك ان الاتريبيوتس البيهيفيرز، بيقول لك ان الاتريبيوتس والبيهيفيرز دي بيكونوا موجودين جوه اوبجكت واحد، جوه مكان معين. اما في البروسيجر بروجرامينج لا، الكلام ده ما فيش. بيقول لك ان البيانات في مكان والسلوكيات في مكان. بالمناسبه البيهيفيرز اللي هي السلوكيات يعني، او الاكشنز او الفانكشنز. بيقول لك ان البيانات في مكان والفانكشنز في مكان خالص، منفصلين ما يعرفوش حاجه عن بعض. تمام. فده الفرق الاساسي ما بين الاو بي والبروسيجر مين بروجرامينج. تمام. بيقول لك مشكله التغيير لما الاو بي بدا ينتشر كان في مشكله خلت ناس كتير تتردد هل تستخدم الاوبجكت اورينتد ولا لا. ايه المشكله دي؟ المشكله ان كان في انظمه زي ما شرحت لك من شويه، ان كان في انظمه قديمه شغاله كويس جدا ومفيش سبب منطقي يخلي الشركات تغيرها. واي حد فاهم في السيستمز عارف ان اي تغيير، اي تشينج، اي حاجه حصلت ممكن يسبب مصيبه سوداء، ممكن يسبب كارثه، ممكن يسبب بج، ممكن يشتغل في مكان وما يشتغلش في مكان تاني. فالتغيير مش سهل زي ما قلنا من شويه. وبالمناسبه الكتاب المؤلف هنا بيدي مثال عن الريليشنال داتابيز والاوبجكت اورينتد داتابيز. بيقول لك ان الناس كانت متوقعه ان الاوبجكت اورينتد داتابيز هتنسف تماما موضوع الريليشنال داتابيز، وده طبعا ما حصلش. تمام. اللي حصل ان في شركات كانت مستثمره اصلا فلوسها في الريليشنال داتابيز وكانت شغاله كويس، البيزنس بتاعها كان شغال كويس. فلما حسبوا التكلفه والمخاطر ما لقوش سبب يخلوهم يغيروا اصلا السيستم بتاعتهم. فهي دي الفكره. فالحل الوسط هنا دلوقتي بقى في حل وسط. الحل الوسط ايه؟ الحل الوسط ان معظم الانظمه الحديثه بقت تعمل ميكس ما بين اكتر من اسلوب. في شركات بتعمل ميكس ما بين اكتر من اسلوب، تستخدم الاوبجكت اورينت شويه في مكان معين، وتستخدم الاستراكشرد بروجرامنج في استراكشرد او بروسيجر بروجرامنج في مكان تاني، والدنيا زي الفل وشغاله وما يكونش في اي مشاكل. تمام. هنا الكاتب برضو بيديك صوره كده عن
البروسيسور بروجرامينج بيقول لك ان دي جلوبال داتا، فانكشن رقم واحد وفانكشن رقم اثنين وثلاثه واربعه، في شويه الفانكشنز دي يقدر يوصل للداتا. اي فانكشن رقم واحد تقدر توصل للجلوبال داتا وتعدي عليها وتضيف وتمسح، والفانكشن اربعه تقدر تعمل نفس الاكشنز دي برضو، وانت ما عندكش السيطره او ما عندكش الكنترول انك تتحكم في الفانكشنز دي او تتحكم في الداتا دي، ما عندكش القدره على كده. فدي كانت مشكله من مشاكل مين؟ مشكله من مشاكل البروسيسور بروجرامينج. يبقى ممكن نقول ممكن نلخص الحته دي في ان البيانات ممكن نلخص بس الجزئيه دي كده بسرعه عشان ايه؟ اشرب شويه ميه. يبقى ممكن نقول ان البيانات غالبا بتكون منفصله، البيانات غالبا بتكون منفصله عن الدوال طبعا في الستراكشر بروجرامينج. احيانا بتكون جلوبال متاحه لكل الكود او متاحه لكل الفانكشنز في الكود، وده بيعمل مشاكل ان اي فانكشن طبعا ممكن تعدي على البيانات، مفيش تحكم، صعب تتوقع مين هيغير ايه، صعب في موضوع التستنج، موضوع الديباجنج، موضوع المينتيننس، بيبقى صعب طبعا في انك تعمل الحاجات دي. جت فكره مين؟ جت فكره الاوبجكت اورينتد. الاوبجكتس بدات تحل المشاكل دي عن طريق طبعا احنا زي ما قلت لك انها بتجمع البيانات اللي هي الداتا يعني مع الفانكشنز دي او البيهيفيرز دي في مكان واحد ومنظم. يعني بدل الدنيا ما تبقى مفتوحه ومتلخبطه في كل حاجه في مكان، قال لك لا احنا تبقى حاجه مقفوله كده جوه اوبجكت، نقدر نعرف جوه الاوبجكت ده ايه، نقدر نضيف نعدل نمسح الكلام ده كله. تمام. الديزاين الصح، البروبت ديزاين، الديزاين الصح بيقول لك ان انت لو التصميم بتاعك صح، امتى تحكم على التصميم ده كويس او مش كويس؟ ان ما يكونش في جلوبال داتا. ما هو لو كان في جلوبال داتا، لو كان في جلوبال داتا اصلا، ايه لازمه الاوبجكت اورينتد؟ لما احنا اصلا من ضمن مميزات الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ان هي بتخلي الداتا دي مش جلوبال، تخليها برايفت. فده لو لقيت الكود بتاعك فيه جلوبال داتا كتير، فانت كده بتنتهك مبدا او مش بتستخدم الاوبجكت اورينتد بشكل صح. تمام. فالجلوبال داتا ده حاجه غلط تماما، غلط تماما انك تتاكسس على الداتا بشكل مباشر. ده طبعا كارثه من الكوارث اللي انت بتعملها. طب تعمل ايه؟ هتعرف كمان شويه ان احنا بنأكسس الداتا دي عن طريق فانكشنز انت بتكتبها، عن طريق فانكشنز. يبقى نعرف كده ان الديزاين الصح معناه ان مش صح انك تخلي جلوبال داتا موجوده، الصح انك تعمل فانكشنز. الفانكشنز دي هي اللي بتعبر عن الكلاس بتاعك. الديزاين الصح ان انت ما تعملش دايركت اكسس ليه، ما تخليش الكلاس الثانيه تقدر توصل للداتا دي، ما ينفعش طبعا. تمام. طب ازاي الكلام ده بيحصل؟ هقول لك كمان شويه. تمام. في مبدأ برضو اسمه الداتا هايدنج. يعني زي ما قلت لك من شويه، من الفيتشرز الكويسه في الاو بي ان انت بتقدر تعمل هايدنج للداتا. يعني ايه اصلا داتا؟ اصلا زي ما قلت لك من شويه، الداتا اللي هي محمد مثلا للطول، السن، اللون، الشعر، مش عارف ايه، الوزن، الكلام ده كله، دي كلها داتا. طب انا مش عايز الكلاس الثانيه توصل للداتا دي، فبعملها هايد. اعملها هايد ازاي؟ في حاجه اسمها الاكسس موديفايرز اللي هي البرايفت، البابليك، البروتكتد، ونعرف ايه الفرق بينهم كمان شويه. انا اقدر من خلال الاكسس موديفايرز دي اقدر اتحكم في الداتا. فهو ده موضوع، ده لو حد سالك وقال لك ايه هو الداتا هايدنج، الداتا هايدنج معناه ان انا بمنع الوصول المباشر لمين؟ للداتا اللي موجوده في الكلاس. بمنع الوصول المباشر عن طريق ايه؟ عن طريق الاكسس موديفايرز اللي هم ايه؟ اللي هم بروتكتد، بابليك، برايفت. تمام. هنا برضو بيديك مثال، طبعا ده كلام يعني بسيط، احنا ما نشرح الكلام ده كله، هو بس كلام مكرر. هنا بيديك تصور للبروسيسور بروجرامينج. بيقول لك ان الكلاينت بيبعت الداتا، البارامتر، مثلا انت مثلا عندك فانكشن موجوده على السيرفر، فانكشن موجوده على السيرفر، ومثلا وليكن سم. الفانكشن دي مثلا من
مثلا الفانكشن دي موجوده في كلاس اسمه ماث، تمام، والفانكشن دي موجوده مثلا على السيرفر. فانت عارف ان الفانكشن دي بتستقبل تو بارامترز، فانت بتبعت التو بارامترز، مثلا اللي هو 2 و3 5 و6، دي اسمها داتا، فبتبعت الداتا دي وخلاص. مين اللي عارف الفانكشن دي؟ اللي هو السيرفر، عارف اللوجيك بتاعها، وبينفذ ايه اللوجيك بتاعها. اما في الاوبجكت اورينت لا، مفيش الكلام ده، انت بتبعت اوبجكت كامل بالداتا بتاعته وبالاكشنز بتاعته او بالفانكشنز بتاعته. اوبجكت كامل فيه داتا وفيه فانكشنز، في داتا وفي فانكشنز. تمام تمام. بس ده طبعا احنا وات از او وات اكزاكتلي ان اوبجكت، يعني الاوبجكت طبعا احنا عرفنا يعني ايه اوبجكت. تمام. برضو طيب هنا بيشرح برضو يعني ايه اوبجكت، يعني ايه اوبجكت داتا. طبعا انا قلت لك يعني ايه اوبجكت داتا، الاكشنز او البيهيفيرز او الميثودز. تمام. مثال هنا طبعا هو بيديك مثال هنا عن بيقول لك بابليك، طبعا بابليك سترينج، طبعا النيم ده عباره عن اتريبيوتس او داتا. تمام. ست نيم وست او جيت نيم، دي طبعا بيهيفيرز اكشنز او فانكشنز. تمام تمام. ست نيم طبعا ست دي كده كلاس اهو، يعني مثلا ده كده كلاس مع، تعال نشوف هو مين دي المثال اللي هنا اهو. هنا كلاس اسمه النيم. في الكلاس ده طبعا في فانكشن اسمها جيت وفي فانكشن اسمها set. دي اقصد ان دي طبعا ايه الفانكشنز اللي موجوده مين في النيم. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الداتا هي مين؟ اسمها نيم. الداتا في الحاله دي اسمها نيم. قال لك انت ما ينفعش توصل للداتا بشكل مباشر، اما يوصل عن طريق ايه؟ لو انت عايز تعرف النيم ايه هو تستخدم فانكشن جيت، لو انت عايز تحط قيمه للنيم هتستخدم فانكشن set. فهي دي فكره الاو بي او فكره الداتا هايدنج، ان انا بخفي الداتا. بتخفيها تماما؟ لا مش بخفيها تماما، بخلي الوصول ليها عن طريق فانكشنز معينه انا اللي اديها لك. انا كبروجرامر انا اللي بحدد الصلاحيات بتاعتك. انت المفروض تعدل اصلا على سترينج اللي هو اسمه نيم، ولا المفروض تعدل يعني لو انت هل ليك السماحيه انك تشوف النيم؟ ايوه، يبقى خد استخدم فانكشن جيت، يبقى خلي لك انا الفانكشن جيت دي اخليها بابليك. طب هل اصلا ليك السماحيه انك تعدل على النيم؟ لا، مالكش الصلاحيه انك تعدل على النيم، فبالتالي مش هخلي لك الفانكشن سيت دي، اخلي لك جيت بس. طب هل اصلا ليك الصلاحيه انك تشوف النيم او الاتريبيوت اللي هو اسمه النيم او تعدي عليه؟ لا، ولا ليك الصلاحيه انك تشوفه ولا ليك الصلاحيه انك تعدي عليه، فبالتالي هخلي لك جيت وست دولت صفر او مش صفر، بابليك ابتدى برايفت، مش هخليك تشوفهم. هي دي فكره الاكس موديفايرز، هي دي فكره التحكم الكامل في جيترز وسيترز. ايه فكره الجيترز والسيترز دي؟ الجيترز قال لك عشان انا زي ما شرحت لك من شويه، اني عشان اتحكم او عشان اوصل لداتا معينه، عشان اوصل للداتا دي واتحكم فيها، لازم تقول للشخص ده ليك السماحيه ولا مالكش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك اوبجكت اسمه امبلوي، موظف مثلا. الموظف ده ليه طبعا ليه اسم، ليه الاسم وليه مثلا السالري وليه مثلا الاي دي وليه مش عارف ايه، ليه شويه حاجات. فانت مثلا الراجل بتاع الحسابات او الراجل اللي هو بيعمل الراجل بتاع الحسابات اللي هو مثلا في الشركه عايز يشوف كل الموظفين، خلاص اديله مثلا اكسس على الاسماء كل الموظفين، بس ما تدوش اكسس على الاي دي مثلا، او ما تدوش اكسس للباسورد بتاع الخاص مثلا بتاع الاي دي بتاع ده الامبلوي. فبالتالي هنا السيستم بتاعك لازم يدي سماحيه لبعض الاتريبيوتس. طب ادي سماحيه ازاي؟ عن طريق الجيترز والسيترز، ان انا بوفر ميثودز. الميثودز دي تقدر ترجع قيمه معينه او تقدر تعدل قيمه معينه بناء على حساسيه الداتا دي. يعني ايه الكلام برضو ده؟ انا تقريبا يعني بص، عشان برضو اوضح لك الفكره اكتر. طيب مثال هنا في الموظف اللي هو الامبلوي ده، هنا طبعا ليه
ليه مثلا السوشيال اس اس ان ان اللي هو السوشيال سكيورتي نمبر، او الجندر مثلا، او الداتا اوف بيرث. بالمناسبه ده طريقه تمثيل الكلاس اسمها يو ام ال. والحاجات دي ليها دلاله برضو. يعني لما تلاقي مثلا حاجه زي كده، دي معناها اكس متفاير برايفت. دي معناها ان الاتريبيوت دي برايفت، ودي برايفت، وده التلاته دول برايفت. اما دول كده بابليك. يعني ايه بابليك؟ هنعرف الفرق ما بين بابليك برايفت وبروتكتد كمان شويه. بابليك يعني اي حد يشوفها، اي حد يشوف الفانكشن دي، اي حد يقدر يستخدم الفانكشن دي. فاللي حصل ايه؟ ان الموظف ده ليه داتا وليه فانكشنز. الفانكشن انا مثلا عايز اوصل للاس اس نيم مثلا، عايز اوصل، فبالتالي ايه؟ اعمل جيت استخدم الفانكشن اللي هي مين؟ بتجيت السوشيال سكيورتي نمبر. هل لك الحق هل لك الحق انك تعمل ست هل لك الحق انك تعمل تعدي على السوشيال سكيورتي نمبر؟ لو ليك الحق خلاص اعمل الفانكشن اللي هي ست سوشيال نمبر. هنا هتاخد منك الرقم، وتعدل عليه وزي الفل. هل ليك الحق انك تشوف القيمه، او نوع الموظف ده، الجندر بتاعه يعني؟ خلاص فاستخدم جيت. طب هل ليك الحق انك تعدل على الجندر بتاع الموظف؟ فبالتالي استخدم ايه؟ ست. تمام. فانا قدرت اتحكم في الداتا دي عن طريق ايه؟ عن طريق الفانكشنز دي. والفانكشن دي اسمها جيترز وسيترز. تمام. زي ما قلت لك اليوم ميل كلاس دياجرامز عشان نعرف الريليشنز ما بين الكلاسز، نعرف الريليشنز ما بين الاوبجكتس وبعضيها. ففي لغه اسمها اليوم ال، اسمها يونيفايد باين موديل لانجوج، حاجه زي كده. ده ليها شويه حاجات يعني. هسيب لك ديسكريبشن تحت، هسيب لك في الديسكريبشن تحت مثلا مقال تشوف الفكره دي، او اللغه دي ازاي بنقرا الكلاسز. مثال بسيط مثلا، هنا بتاخد اسم الكلاس ده كده اسمها اليو ام ال. بتاخد اسم الكلاس، ودي معناها برايفت اتريبيوتس. اما هنا بابليك اتريبيوتس. في حاجه اسمها برضو لو لقيت الهاش دي معناها بروتكتد اتريبيوتس. تمام. ودي طبعا الريتيرن تايم بتاع او ده طبعا السترنج دي معناها النوع نوع الاتريبيوت دي. سوشيال هنا معناها سترينج من نوع سترينج، يعني جندر معناها من نوع بوليان. اما الفانكشن دي بتريتيرن سترينج، او الفانكشن دي بتريتيرن بوليان، اما دي بتريتيرن، وهكذا. يعني ده الريتيرن تايب بتاع مين؟ الريتيرن تايب بتاع. تمام. هنا برضو بيشرح فكره الكلاس، يعني ايه اصلا كلاس. احنا ما نشرح يعني ايه كلاس. زي ما قلت لك ان الكلاس ده عباره عن شويه ايه. الكلاس يا شباب، انا مثلا زي ما قلت لك انا اوبجكت من نوع كلاس البشر، يبقى انا بشر يعني. الكلاس اسمه البشر. تمام. بيتم انشاء منه اكتر من اوبجكت. تمام. الاوبجكت ده اللي هي الناس، اللي هو محمد، احمد، علي، ابراهيم، حسن، حسين، وهكذا. تمام. في اوبجكت اسمه الحيوانات، بيتم انشاء منه اكتر من اوبجكت. كل اوبجكت ليه مواصفات خاصه. انا ليه المواصفات الخاصه، زميلي ليه مواصفات الخاصه، فلان الفلاني ليه مواصفات الخاصه، هكذا. تمام. دي كده الفكره، هي فكره الكلاس. في هنا تقريبا مثال على الموضوع ده في صوره معبره يعني. هنا ده كده الفكره. هنا الكلاس الدوج هنا ليه الكلاس ده. الكلاس هنا بيكون بلو برينت. يعني ايه؟ يعني الكلاس ده مثلا ليه شويه بروبرتيز او ميثودز، ابتدى ليه بروبرتيز او اتريبيوتس. اي كلب بيكون ليه نيم وكالر ولون العين وهايت ولينث، وليه شويه ميثودز: جيت نيم، جيت كالر، جيت اي كالر، او جيت هايت، او كام هير. المهم ليه شويه، الدوج نفسه ليه شويه فانكشنز وليه شويه بروبرتيز. تمام. الشخص او الكلب ده اسمه تومي، يبقى النيم بتاعه تومي. الكالر بتاعه جرين، اللون العين براون، الهايت 117 انش، اللينث 35، وهكذا. يبقى ده اصبح اوبجكت. ده اوبجكت من مين؟ من كلاس ده.
يبقى الكلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلو برنت. بلو برنت لمين؟ بلو برنت قالب كده، واقدر اخد انستنس مختلفه من مين؟ من الكلاس. عارفين زي ايه؟ زي داتابيز. احنا لما نعمل تيبل مثلا، فين الشرح؟ تمام. في الداتابيز انت بتعمل ايه؟ بتعمل تيبلز وبينها ريليشنز وبتاع الكلام ده كله. إيه اللي بتعمله؟ بتعرف الكولومز نفسها، بتعرف الكولومز، بتعرف مثلا ان الريليشن التيبل ده في نيم وفي ايج وفي اي دي والكلام ده كله. الروز دي هي اوبجكت. الروز دي اوبجكت، يعني الرول رقم واحد النيم اسمه محمد، الايج 23 سنه، الاي دي ارقام 5 5 6 7 8، السالري مش عارف كام. فده اوبجكت. الرو رقم اتنين برضو نفس الفكره، احمد وليه مواصفاته، علي وليه مواصفاته. فدي اوبجكتس مختلفه. يبقى الكولومز نفسها، الكولومز نفسها دي الكلاس بروبرتي زي ما انت شايف كده. تقدر تعمل كام اوبجكت؟ عدد ما لا نهايه من الاوبجكت. تمام تمام. زي برضو هنا في مثال شفته قبل كده، اللي هي طب انت مثلا مش تعمل صينيه بسبوسه او كيك او مش عارف ايه الكلام ده كله. فانت بتعمل ايه؟ الطابق البروبنت حاجه واحده، الصينيه واحده، نفس اللفه. تمام. بتكون مثلا دايره او مربع او مش عارف ايه. فدي كده قالب بروبنت نفسها. ممكن تعمل ايه في الصينيه دي؟ ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تعمل مثلا كيك او ممكن تعمل اي نوع حلويات يعني انت عايزه. تمام تمام. دي فكره ايه؟ فكره الكلاس. وزي ما قلت لك ان اي كلاس بيكون هنا، بيديك مثال، اي كلاس بيكون ليه اتريبيوتس واي وميثودز. تمام. ميثودز دي الاتريبيوتس بتعبر، الاتريبيوتس والميثودز دي بتعبر عن الاوبجكت. تمام. اللي هو الكلاس يعني. الاوبجكت ده يعني بص كلاس البروبنت، الاوبجكت نسخه من الكلاس، نسخه من الكلاس. عد بقى او اعمل فيل للاتريبيوتس دي. يعني ايه فيل؟ يعني مثلا انا عملت مثلا اوبجكت رقم واحد من الكلاس ده، فخلاص بقى اروح ابي مثلا الاوبجكت مثلا النيم محمد، الادرس علي، الادرس مني مش عارف ايه، الجيت الفانكشن كده. فاهمني؟ يبقى انس مختلفه من كلاس واحد اسمه بيرسون. تمام تمام. اتريبيوتس احنا عرفنا يعني ايه اتريبيوتس. ميثودز عرفنا يعني ايه ميثودز. برضو في ايه تاني؟ مسجز برضو عرفناها. في اليوزنج جيمل طبعا هنا بيشرح بس فكره. هنا بيقول لك ان استخدم اللي انا اليوم ال هنا البيرسون هنا اهو. تمام. منه حاجتين، اللي هو النيم والادرس، او الاتريبيوتس بتاعه حاجتين، اللي هو النيم والادرس. في شويه فانكشنز كلهم بابليك، علامه البلس دي معناها بابليك. تمام. ما فيش حاجه تاني في الجزئيه دي. بعد كده نخش على الانكابسوليشن والداتا هايدنج. بص، هنخش في الاو بي بشكل متعمق. هو هنا تبدا رحله الاو بي، هنا يبدا الكتاب، هنا يبدا الشغل الصح. اول مبدا من مبادئ الاو بي اسمه الانكابسوليشن. الانكابسوليشن والداتا هايدنج، عايزك تركز كامل تركيز هنا، خد بريك وتعال كمل. لان من هنا هيبدا الكلام الصح. كلام كلام مهم. وهنا التركات اللي بتيجي في الانترفيو، وحاجات بتيجي في الانترفيو في الجزئيه دي بالذات. ولازم تكون فاهم بنسبه 100%، مش بنسبه 90 95. لا، لازم تكون فاهم بنسبه 100% الحاجات دي. لان ليه؟ لان كمان شويه هتلاقي حاجه اسمها الانهرتنس، بعد كمان شويه هتلاقي حاجه اسمها كومبوزيشن، كمان شويه هتلاقي مش عارف ايه. فلما تفهم المبادئ دي كلها، لما تعرفهم بس كده، لو ما فهمتهمش هتلخبط ما بينهم، وتلاقي الدنيا دخلت مع في بعض. وبعد ما تخلص تلاقي هو ايه لازمه الاوبجكت اورينت، ما عرفناش برضو الفكره في ايه. تمام تمام. الانكابسوليشن معناه التغليف. ندي مثال زي من الحياه العمليه. زي ما قلت لك ان الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ما هي الا تمثيل للحياه الواقعيه اللي احنا عايشينها فقط لا غير.
انت لما تروح تشتري برشام كبسوله، يعني كبسوله، الكبسوله دي بتبقى مغلفه بالماده الكيميائيه بتاعتها. تمام. نفس الفكره كده بالظبط. احنا بنغلف الكلاس بتاعنا، او بناخد الداتا والفانكشنز ونحطهم في مكان. المكان ده اسمه كلاس. نعمل كنترول او نتحكم في الداتا دي. كده احنا طبقنا اول مبدأ من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اسمه انكابسوليشن. كده عملنا انكابسوليت، احنا كده بنكابسوليت الكلاس. احنا كده انك فكره انك تجمع الداتا مع الفانكشنز في مكان واحد اسمها انكابسوليشن. فالف ب انترفيو سالك سؤال هو يعني ايه انكابسوليشن؟ والله يا باشا ده معناه ان انا بجيب الداتا مع الفانكشنز في مكان ما يسمى كلاس. اقدر اخد انستنس من الكلاس ده، انستنس رقم 1 2 3 4، واقدر اعمل اتحكم في الداتا. ايه الداتا اللي موجوده؟ اللي النيم، اللي هو النيم، الايج، الكلام ده كله. اقدر اتحكم في مين؟ في الداتا دي عن طريق الاكسس موديفايرز. والجزئيه دي اسمها داتا هايدنج. فممكن يسالك سؤال خبيث، وانا اتسالت السؤال ده قبل كده: هو ايه الفرق بين الداتا هايدنج والانكابسوليشن؟ يبقى الانكابسوليشن معناه انك تجمع الداتا والفانكشنز مع بعضيهم، دي انكابسوليشن. طب الداتا هايدنج معناه ان انت بتتحكم في عمليه الوصول للداتا دي. ان انت بتخفي الداتا دي. اخفاها ازاي؟ عن طريق الاكسس موديفايرز. وهم الاكسس موديفايرز اللي هي البروتكت وبرايفت والبابليك. طيب هو يعني ايه اصلا برايفت؟ والله يا باشا برايفت ده محدش هيشوف الداتا. معناها كده محدش هيشوف الداتا خالص من بره الكلاس. تمام. يبقى دي برايفت. برايفت اي كلاس. لحظه كده. طيب الفرق ما بين الثلاث حاجات دولت اللي هو البرايفت وبروتكتد. البرايفت البروتكتد والبابليك. البابليك تقدر توصل للداتا دي من اي مكان من خارج الكلاس. اما بروتكتد لا، ما ينفعش. تقدر توصل للداتا دي من خلال البيرنت كلاس، من التشايلد كلاسز. في موضوع الانهرتنس هيكون في تشايلد وبيرنت والكلام ده كله. ف هتعرف الكلام ده كمان شويه بوضوح اكتر يعني. البروتكتد ابتدى. البابليك زي ما قلت لك تقدر توصل من اي مكان. البرايفت تقدرش توصل الا من خلال الكلاس نفسه، من خلال جوه الكلاس نفسه. البروتكتد طبعا ايه في موضوع الانهرتنس. احنا هنشرح الكلام، هتعرف الكلام ده كمان شويه. الثلاث حاجات دول، الثلاثه اكس متفايرز دولت. برايفت داتا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي داتا جوه الكلاس وغلفناها، عملنا لها هايدنج عن طريق الاكسس موديفاير ايه اللي هو برايفت. تمام. مثال هنا طبعا هو مديك. تمام. ماشي. هنا برضو ايه تاني؟ ماشي. تعالى نشرح المثال اللي هو مديه ده. هنا عامل سكوير. سكوير يعني. ماشي. هنا بيقول لك ايه؟ لو عايز مثلا تجيب الجذر التربيعي لرقم معين، او السكوير مثلا لرقم معين، فانت بتعمل ايه؟ بيقول لك انت تستخدم الفانكشن دي. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل انترفيس. انترفيس يعني واجهه. مش الانترفيس يعني. احنا هنتكلم مع الكلاس السكوير ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق هذه الفانكشن. طب الفانكشنز ده يا عم مالكش دعوه بالكلام ده كله. انت عشان تاخد السكوير تعامل مع الفانكشن دي بس. تمام. فالفانكشن بيبروفايد ليك ابتدى الكلاس بيبروفايد ليك الفانكشن دي عشان تجيب السكوير. طب هي الفانكشن دي شغاله ازاي؟ مالكش دعوه. طب هي بتعمل ايه؟ مالكش دعوه. طب ايه اللي جواها؟ مالكش دعوه. تمام. اللي بيحصل ايه؟ هي بتاخد منك فاليو. تمام. اللي بيحصل بقى جوه، اللي بيحصل ان الفانكشن دي جيت سكوير دي بتنادي على فانكشن تانية اسمها كالكوليت سكوير. هي ده دي. يبقى في فانكشن اهي نادت على الفانكشن دي. تمام. كالكوليت سكوير وبترترن ايه؟ السكوير ليك.
حبيت تغير في طريقه الكالكوليت سكوير فبتغير في الفانكشن دي فقط لا غير، ما بتروحش تغير هنا. الفانكشن دي بتريتيرن القيمه فقط. يبقى انت ليك الاكسس على مين؟ ليك، شوف تخيل، بص كلمه بابليك، انا بابليك اهي ودي برايفت. هل انت ليك الحق انك توصل للكالكوليت سكوير تقدر تحسب سكوير روت مع نفسك؟ لا، انت مالكش دعوه باللوجيك. ده لوجيك، ده اللوجيك بتاع الفانكشن نفسه، مالكش دعوه باللوجيك، ليك دعوه بالانترفيس اللي احنا نوفرها لك. عارف زي ايه؟ زي الاي بي ايز مثلا. انت لما تكتب مثلا ويب ابلكيشن فبتستخدم اي بي ايز مثلا بتاع شركات وكده، انت مالكش دعوه هم بيعملوا ايه جوه الاي بي اي دي، الميثودز اللي هم بيوفرها لك او الاي بي اي اللي هم بيوفرها لك، انت مالكش دعوه هم بيشغل عاملينها ازاي من جوه. انت بس خد الاي بي اي ومالكش دعوه الدنيا شغاله ازاي جوه. لا، مالكش دعوه بالتفاصيل. زي مثلا انا مثلا عايز اعمل انتجريت مثلا مع فوري مع بيبال الكلام ده كله، انت مالكش دعوه الشركات اللي شغاله ازاي، هي بتقول لك خد الاي بي اي ده استخدمه. هي نفس الفكره كده، فكره ايه؟ فكره وده طبعا بيحجم مفهوم الابستراكشن وهنتكلم عليه كمان شويه. انا بس بديك حاجات عشان تربط الافكار ببعض. يبقى الكلاس هنا بنعمل ايه؟ موضوع في هنا الانترفيس، هي ده اللي تقدر تتعامل مع الكلاس من خلاله. تمام. في تاني موضوع الانهيرتنس. المبدأ الثاني من مبادئ الاو بي اسمه انهيرتنس. معناه ايه؟ الكلاس في كلاسات مشتركه مع بعضيها في شويه حاجات. في كلاسات مشتركه مع بعضيها في شويه متشابهه مثلا في الفانكشنز، متشابهه مثلا في الاتريبيوتس وكده. فقال لك ايه؟ قال لك طب احنا بدل ما نقرر كود، بدل ما نعمل كلاسات كتيره، طب ما ايه رايك نعمل كلاس الاب ونورث من الاب ده زي الفل. يعني ايه؟ قال لك كلاس دوج ده هو حيوان وليه شويه فيتشرز او ليه شويه اتريبيوتس، والكات ده حيوان برضه. تمام. ليه شويه ايه؟ ليه شويه اتريبيوتس او ليه شويه اكشنز. قال لك ايه رايك نجمع المشترك من هنا والمشترك من هنا ونحطهم في كلاس اسمه مامل. تمام. السهم ده معناه ان الكلاس ده بيكستند او بيورث من الكلاس ده. دوج بيورث من الممل، الكات بيورث من الممل برضو. تمام. السهم ده يا شباب تمثيل اليو ام ال، اليونيفايد موديل لانجوج. دي طريقه للتمثيل، يعني الاسهم دي مش عشوائيه، والعلامه الماينس دي مش عشوائيه، والبلس دي مش عشوائيه، لا الحاجات ده كله في اليو ام ال. انا هسيب لك لينك ليه تحت في الديسكربشن، يعني تشوف اللغه دي ماشيه ازاي. فهنا معناه ان هذا الكلاس بيكستند الكلاس ده. وخد بالك في كلاس الدوج اكيد ليه اتريبيوتس مختلفه، يعني الدوج ده ليه حاجات مشتركه، هو ليه صفات مشتركه مع الحيوانات التانية. خلاص خد المشترك وحطه في مكان. تمام. حطه في المكان ده، الممل ده. والدوج الحاجات اللي مش مشتركه معاه حطها في الكلاس بتاعه هو. هنا مديك مثال، مثلا الدوج هنا بارك، الصوت بتاعه اللي هو النواح يعني، او مش عارف النواح ولا النباح مش عارف اسمه ايه. الصوت الكلب بارك، صوت الجطه نفسها مياو. تمام. فهنا ليه دي فانكشن ودي فانكشن تانية خالص، الاتنين مختلفين عن بعض تماما. تمام. فهي دي الفكره خد المشترك حطه في مكان وورث منه. هي دي فكره الوراثه. فكره ايه؟ فكره الوراثه. الكلاس اللي احنا بنورث منه اسمه بيرنت. الكلاس اللي بيورث هو اسمه تشايلد. ليه؟ ان الكلاس مامل ده هو ابو دوج. منطق. انت لما تيجي تورث من ابوك دلوقتي، ابوك عند الورث، فانت للطفل او الابن، انت الابن اللي بتاخد الورث من ابوك، ابوك مش هياخد منك ورث. فاهمني؟ وهكذا يعني. ده مبدأ الوراثة، مبدأ مهم جدا، اللي هو بيسموه برضو السوبر كلاسز والسب كلاسز. السوبر كلاس اللي هو الاب اللي احنا بنورث منه، السب كلاسز اللي هو الابن اللي هو بيورث من اللي هو بيورث من مين؟ من الاب.
تمام. موضوع الابستراكشن، برضو تعالوا نشوف حاجه كده. برضو هنا في نقطه مهمه. طيب، في مبدا اسمه مبدا الابستراكشن. ده فكرته ايه؟ فكرته عندك الكلاس الكبير اللي هو اسمه ممل حيوان دوج. في انواع كتيره في انواع كتيره من الكلاب. تمام. اللي هو الجيرمان ده والبودل والكلام ده. ففي انواع كتيره من الدوج. والكات مثلا في منها انواع كتيره، فبالتالي احنا بنعمل ايه؟ كلاس الاب ده، كلاس الدوج ده هو الاب لمين؟ لجيرمان والبودل ده. طيب، كلاس الدوج هو ابن برضه لمين؟ للممل. انت افهم القصه ماشيه ازاي. بص ما تحفظ، اوعى تحفظ. الحياه دي عايزه فهم. عايزه فهم ازاي؟ الاب الاساسي هو الممل. يعني الجيرمان ده هو اصلا في الاساس حيوان. تمام. يبقى كده كلاس ايه؟ الممل. هو كده بيمبلمنت اصلا اللي هو ايه؟ الممل. وفي نفس الوقت هو نوعه دوج. تمام. نفس النظام هنا، الفكره نفس الفكره برضه مع البودل. هو اصلا في الاساس هو حيوان. حيوان نوعه ايه؟ دوج. فبالتالي ده ما ده بيطبق فكره الابستراكشن. ايه فكره الابستراكشن؟ ان مثلا كلاس كبير زي الممل ده في منه انواع كتيره مثلا، او في منه اوبجكتس كتيره مثلا. دوج، كات، بقيه الحيوانات يعني. تمام. طب الدوج ده مثلا في منه انواع كتيره. خلاص، الجيرمان مش عارف البودل في انواع تانية. طب الجيرمان ده في منه مثلا انواع ثالثه مثلا. يعني الجيرمان ده في منه انواع، فبالتالي ده هيكون البيرنت. والانواع الثانيه هتبقى ايه؟ ده هيكون كلاس، والتانيين يورثوا منه، يبقى ده البيرنت والتانيين ايه؟ التشايلد. تمام. وده بيحقق مفهوم الابستراكشن. ان انا يعني ان انا بفصل الحياه المشتركه في كلاس معين، في كلاسز لوحديها. بحيث ان ليه بقى؟ لان المشترك ده لما بحب اعدي عليه، لما احب اغير حاجه فيه، بيبقى صعب لو هو موجود في كل حاجه. يعني المشترك ده مثلا، لو هو مشترك في الكلاس اللي هو الدوج والكات، هتضطر تغير هنا وتضطر تغير هنا. فانا ليه؟ طب ما انا افصلهم في الممل واغير. يعني مثلا لو ايه كلر ده، لو مثلا ظهرت صفه مشتركه بين الدوج والكات، طب ما انا احطها في الكلاس ده بس. تمام. قبل الانهيرتنس كنت هتضطر تحطها في الدوج، كنت هتضطر تحطها في الكات. فلما جه الانهيرتنس قال لك لا، احنا هنمنع موضوع الدبليكيشن ده، مش عايزين دبليكيشن، احنا هنحطهم فين؟ في البارنت كلاس. تمام. وبالمناسبه هنا في حاجه اسمها از ريليشن از ريليشنز. احنا نعرف لما تيجي تطبق الانهيرتنس، هتلاقي مثلا هو الدوج ده از ايه؟ از ممل، يعني حيوان. فالعلاقه هنا علاقه از تمام. دوج از مامل، كات از مامل. تمام. فالعلاقه هنا علاقه از طب ليه از لان في كمان شويه علاقه اسمها هاز في كمان علاقه اسمها هاز هنعرفها كمان شويه في الكومبوزيشن. تمام. يبقى العلاقه هنا، العلاقه اللي بيطبقها العلاقه اللي بيطبقها الانهيرتنس از ريليشن شيبس. تمام. البرومورفيزم. البرومورفيزم هو المبدا الثالث في الاو بي. برضه مبدا مهم خالص يعني. بالمناسبه كلمه برومورفيزم ده اصلا كلمه يونانيه. تمام. كلمه برومورفيزم دي كلمه اصلها يوناني، معناها تعدد الاشكال. تمام. وعلى الرغم ان البرومورفيزم مرتبط بشكل قوي جدا بالانهرتنس، الا انه هو اقوى، او يعتبر من اقوى مميزات الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. هندي مثال، لان للاسف مش هتفهمه الا بكان مثال عملي فعلا. تعال نشوف. انا عندي كلاس اسمه شيب. شكل هندسي يعني. في اشكال هندسيه كتير، في السيركل وفي الريكتانجل في السكوير، في حاجات كتيره. المساحات بتاع الاشكال دي بتختلف. المساحات بتاع الاشكال دي مختلفه عن بعض. فبالتالي انا بعمل ايه؟ بعمل كلاس اسمه كلاس اسمه ايه؟ شيب.
واخلي كلاس سيركل اكستند منه. يعني اكستند دي معناها كده طبق مبدأ الوراثه اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. تمام. نفس الفكره هنا برضو. كلاس الاب اللي هو اسمه شيب، كلاس الابن اللي هو اسمه سيركل. هذه السيركل بتكستند من الشيب. تمام. وبتعمل امبلمنت للفانكشن نفسها اللي هي اسمها اريا، اللي هي جيت اريا. يعني في فانكشن اسمها جيت اريا هي. بالمناسبه لو خدت بالك هنا هتلاقي حاجه اسمها ابستراكت كلاس وابستراكت ميثود، وفي حاجه اسمها بابليك اللي هو في حاجه اسمها ابستراكت ميثود وفي حاجه اسمها ابستراكت كلاس. هذه المصطلحات يعني هنعرفها كمان شويه بعدين او في الشابترز اللي جايه. بس يعني تعريف بسيط ليها. و الابستراكت كلاس معناه كلاس يحتوي على الاقل ابستراكت ميثود. فلو حد سالك يعني ايه ابستراكت كلاس، معناه على الاقل كلاس يحتوي على الاقل يعني في واحده مثلا على الاقل ميثود من نوع ابستراكت. طب يعني ايه ابستراكت فانكشن؟ ابستراكت فانكشن معناها فانكشن الاب مش هيعمل لها امبلمنتيشن. الكلاس اللي هو الكلاس اللي هو شيب ده مش هيعمل امبلمنتيشن للجيت اريا، مش هيعمل لها امبلمنتيشن. شايفه عمل ايه؟ الامبلمنتيشن مش موجود. مين اللي يعمل امبلمنتيشن؟ الابناء هم اللي يعملوا امبلمنتيشن للفانكشن دي جيت اريا. ليه الابناء؟ لان السيركل هنا مختلفه عن السكوير، مختلفه عن الريكتانجل. فبالتالي جيت اريا يعني الفانكشن مسؤول عن حساب المساحه. مساحه الاريا، مساحه اللي بتاع ده، مساحه السيركل غير مختلفه عن مساحه السكوير، مختلفه عن مساحه الريكتانجل. فالشيب هنا الاب قال له، بقول لك ايه؟ قال له نعم، اوعى تجرفوني، انا مش هحسب لكل شيب منكم مساحته، انا ماليش دعوه. انا هقول لكم في فانكشن اهي جيت اريا، والله انتوا عايزين تستخدموها خدوها. اي حد هيكستند مني هنا زي السيركل دي. انت سيركل صح، انت ابن من ابناء الشيب صح. خد انت الفانكشن دي واعمل لها امبلمنتيشن مع نفسك. احسب بقى، قول 13 14. هنا دي طريقه مساحه الدايره يعني. فبالتالي هنا ده اللوجيك نفسه بتاع الابستراكت ايه، بتاع الابستراكت فانكشن دي. فهنا مفهومين مهمين جدا جدا جدا. الابستراكت كلاس معناه ان كلاس يحتوي على الاقل ابستراكت فانكشن، والابستراكت فانكشن معناها function without implementation. الابناء هم اللي المفروض يعملوا implementation للفانكشن دي. الابناء هم اللي المفروض يعملوا الامبلمنتيشن للفانكشن دي. طيب، ولما حضرتك تروح تنادي على اوبجكت، او لما تروح تعمل اوبجكت من الكلاس اللي هو سيركل. انت لما تعمل اوبجكت من الكلاس اللي هو سيركل، انت بتروح بتستخدم جيت اريا. فجيت اريا هنا هتديك مثلا النتيجه النهائيه مثلا بتاع مساحه الدائره 15. اوكي ده تمام. طب حضرتك هنا جيت ريكتانجل مثلا، الريكتانجل ده كلاس بيكستند برضه من الشيب. فالمفروض طالما اكستند من الشيب هيروح يعمل امبلمنتيشن لمين؟ هيروح يعمل امبلمنتيشن للجيت اريا. ما احنا قلنا اي كلاس معنى الابستراكت كده، الحته دي كده معناها ايه بالظبط يا شباب؟ يا كلاسز هتورثوا مني. تمام. اي كلاس هيورث مني الشيب اللي بيقول كده، الكلاس شيب اللي بيقول كده بيقول اي كلاس هيورث مني لازم يعمل الامبلمنتيشن الخاص ب جيت اريا، لازم يعمل. طب لو ما عملش هيدي ايرور. ليه؟ لان النوع دي ابستراكت يعني ايه؟ يعني اي كلاس لازم يعمل امبلمنتيشن، اي كلاس هيورث لازم يعمل امبلمنتيشن للفانكشن اسمها جيت اريا. سيركل نعم، انت عملت اكستند، ايوه خلاص خد الفانكشن دي واعمل لها امبلمنتيشن الخاص بتاعك انت. ياكش تكتب ممكن ما ترتنش اي، مش هترترن اي حاجه. ممكن تعمل اللوجيك الخاص بمين؟ بالسيركل نفسها. هنا الريكتانجل هنا بتعمل اللوجيك الخاص بحساب المستطيل، حساب مساحه المستطيل يعني اللي هو الطول في العرض، وبترترن. طب انت كمستخدم حضرتك هنا بتعمل ايه؟ لو رحت ناديت على الجيت اريا هنا هترجع لك قيمه. او لو عملت برضو، لو ناديت على الفانكشن دي اللي هي جيت اريا بتاع في السيركل يعني هترجع لك قيمه. لك ان تتخيل يا صديقي القيمتين مختلفين عن بعض.
يعني لك ان تتخيل ان الجيت اريا بتاع السيركل غير مختلفه تماما عن الجيت اريا عن الريكتانجل، وهما الاثنين بيستخدموا نفس الفانكشن اللي هي الجيت اريا بتاعت الاب، فبيدي نتائج مختلفه. فهذا هو البوليمورفيزم. ده مبدا البوليمورفيزم. معناه ايه البوليمورفيزم؟ معناه فانكشن ليها كذا لها كذا وش، باكتر من وش، باكتر من بتنفذ باكتر من طريقه، على حسب انت ناديت الفانكشن دي، ناديت الفانكشن جيت اريا دي منين بالظبط؟ من الريكتانجل. فهي هترترن قيمه معينه على حسب اللوجيك بتاع الريكتانجل. انت عملت انت ناديتها من السيركل، خلاص هي هترترن القيمه بناء على اللوجيك بتاع مين؟ بناء على اللوجيك بتاع السيركل. وده اسمه البوليمورفيزم. تمام. هنا حاجه غير سيبك من الكلام ده كله. المبدا الرابع والاخير تقريبا اللي هو الكومبوزيشن. نفس الفكره يا صديقي، زي ما قلت لك الاربع مبادئ بتاع الاو بي: الانكابسوليشن، الكومبوزيشن، الانهيرتنس، الابستراكشن. الاربع مبادئ دولت هم جايين من الحياه العمليه، الحياه اللي احنا عايشينها. فبالتالي لما تسمع مصطلح جديد في الاو بي لازم تربطه بالحياه العمليه. الكومبوزيشن، العربيه يا صديقي، العربيه فيها مكونه من شويه حاجات. يعني مثلا اي عربيه فيها انجنز، مثلا فيها انجن اقصد يعني محرك، وفيها سيتس المقاعد، فيها مثلا ويلز العجل. تمام. الكومبوزيشن، الاوبجكت نفسه اللي هو بتاع العربيه، الاوبجكت الكبير العربيه جواها شويه حياه بتتكون من بارتس، اشكال او حياه، يعني اوبجكتس تانية. ايه؟ اوبجكت كبير يسمى عربيه. العربيه دي جواها شويه اوبجكتس تانية، هذا هو مبدا الكومبوزيشن. بس هو ده الكومبوزيشن. لو اتسالت يعني ايه كومبوزيشن، معناه كلاس او اوبجكت، يعني اوبجكت بيحتوي على اوبجكتس تانية. هي دي فكره يعني مثلا الكلاس ابتدى العربيه، الكار دي من نوع ايه؟ من نوع بي ام دبليو مثلا، ده نوع. بس الكلاس الاساسي اللي هو اسمه كار. تمام. الكلاس الاساسي اللي اسمه كار في انواع كتيره. انا هاخد اوبجكت من الكار كده، عملنا ايه؟ عملنا كرييشن، عملنا انس من الكلاس اللي هو كار. خدت نسخه، سميت النوع بتاعها او النوع بتاع العربيه دي اسمه بي ام دبليو. تمام. البي ام دبليو العربيه دي فيها انجن. تمام. الانجن ده كلاس مثلا، في انواع من الانجنز. خدت نوع معين من الانجن حطيته في الكار اللي هي بي ام دبليو. شفت هنا ايه حصل؟ كومبوزيشن. خدت الاوبجكت الكبير اللي هو الكار بيتكون من اوبجكتس تانية. تمام. وهنا العلاقه هنا اسمها هاز يعني الاوبجكت الكبير اللي هو الكلاس اللي هو الكار بيهاز هاز انجن، هاز ويلز. هنا هاز ويلز او للعجل، يعني هاز سيتس، عنده السيتس اللي هو المقاعد. فاهمني؟ هي دي الفكره. فكره الكومبوزيشن معناه حاجه بتنكلود حاجه تانية. وهي طبعا تحت مبدا الابستراكشن. بصوا يا شباب، ختاما لهذا هو تقريبا الفصل خلص، يعني هو بس بيديك مثال بس على مثال كامل على اللي احنا شرحناه. خلينا بس نتكل حته الابستراكشن دي برضه، لان هو مبدا من مبادئ الاو بي شرحناها من شويه برضه. بص، في السوفت وير احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل ابستراكشن لاي حاجه. يعني ايه ابستراكشن؟ يعني احنا مش بنحاول نشوف مش بنحاول نتعامل مع دايركت مع الكود. احنا بنتعامل مع انترفيسز. انت لو عملت كده ده نوع من انواع الابستراكشن.
احنا مش بنتعامل مع الكلاس مع الداتا. بص تعال بالك من تحت، تعال من تحت خالص، من تحت خالص. في الاول احنا كنا بنتعامل مع الداتا بشكل مباشر، اللي هي ده نوع من انواع البرمجه اللي هو اسمه الاستراكشر بروجرامينج او البروسيجر بروجرامينج. وده كان ما كانش فوق، ما كانش فيه اي نوع من انواع الابستراكشن. تمام. طلعنا شويه، كبرنا شويه، وبقينا نستخدم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. فبالتالي الاتريبيوتس دي او الداتا دي مش لما نتعامل معاها، ما بقيناش نتعامل معاها بشكل دايركت، بقينا نتعامل معاها من خلال السيترز والجيترز. تمام. فبالتالي هنا نوع من انواع الابستراكشن. احنا هنا عملنا ابستراكشن، ما بقيناش نوصل لداتا بشكل مباشر، ما بقيت توصل لايه عن طريق الجيترز والسيترز. طيب نطلع شويه. الكلاس، احنا بدل ما نوصل للفانكشنز اللي في الكلاس على طول، او بدل ما نوصل للداتا على طول اللي في الكلاس، لا، احنا الكلاس في شويه فانكشنز كتيره، في فانكشنز كتيره، يعني في بيهيفيرز كتيره، في ميثودز كتيره. بدل، وخد بالك فانكشن اصلا ممكن تكون برايفت، يعني في فانكشن ممكن تكون برايفت، انا مش عايزك تشوف الفانكشن دي، مش عايزك تشوف اللوجيك بتاعها ماشي ازاي. فبالتالي هنا بعمل لك ايه؟ هنا بديك ابستراكشن او بديك انترفيس للكلاس ده، بقول لك انت مش هتنفع تستخدم الكلاس ده الا الفانكشن دي بس، خد استخدم لو انت عايز الكلاس ده، خد الفانكشن دي بس، هي دي اللي انت هتعملها. ده برضو نوع من انواع مين؟ الابستراكشن. فانا عملت ابستراكشن للداتا نفسها، اللي هو ما قدرتش اوصل للداتا بشكل مباشر، فبالتالي عملت ايه؟ عملت ميثودز اللي اسمها جيترز وسيترز. تمام. ودي اول حاجه. طب بعد كده ما قدرتش اوصل، مش انا همنع وصولك للكلاس بقى. ممكن برضو في الكلاس نفسه مش هخليك توصل لكل الفانكشنز فيه، لا انا هخليك توصل ل 2 3 4 فانكشن في الكلاس بس، هم دول الكور بتاع الكلاس. فخلاص تمام ماشي. ده نوع احنا كده وصلنا للهاي ليفل، احنا كده علينا سنه بقينا نعمل ابستراكشن مين؟ للكلاس. كده احنا عملنا ابستراكشن مين؟ للكلاس. ممكن برضو نعلى سنه ونعمل مثلا، بدل ما تشوف مثلا الشركات مثلا بتوفر لك الاي بي ايز ده نوع من انواع الابستراكشن، ان انت مش عايز تعرف اللوجيكس، اللوجيكس ايه، مش عايز تعرف اللوجيك بتاع الفانكشنز دي، مش عايز تعرف هي الدنيا ماشيه ازاي من جوه. عمليات الدفع، البيمنتس والكلام ده كله، عمليات الدفع، المواقع اللي بتوفر لك يعني عمليات دفع وكده، فبتديك اي بي اي. انت مش مهم تعرف الدنيا ماشيه ازاي، مش مهم تعرف هم بينتجريتوا مع البنوك التانية ازاي، مش مهم تعرف الحد كلها. احنا بنديك ابستراكشن، بيديك حاجه تتعامل بيها هاي ليفل، بتتعامل بيها، مش مهم تعرف التفاصيل من تحت. ودايما كده وانت بتكتب كود، دايما حاول تعمل ابستراكشن بقدر الامكان. حاول تعمل ان انت ما تتعاملش مع الكود بشكل مباشر، ما تحاولش تعمل آه، بص انا شرحت الابستراكشن، هتعرفوا كمان شويه مع الشابترز اللي جايه، هتعرف اكتر واكتر. يعني لما نكتب اكواد وتشوف صور، هيبدا يظهر معاك مفهوم الابستراكشن بشكل اوضح. انا عارف رغيت كتير وتفاصيل كتيره في الشابتر ده، بس هو كان انترو كويس عن الكتاب. في تفاصيل تانية، في حاجات تانية الفترة الجاية يعني، او في الشابترز اللي جاية تعجبكم. وبس كده، وده الشابتر الاول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.